يا جماعة أهل جوزي جايين وأنا لسه صاحية من النوم، لسه عارفة إن هما جايين. هروح أشوف إيه في الفريزر عشان نشوف هنعمل إيه النهاردة. يلا روتين من الآخر من الآخر من الآخر، هتتشجعوا معايا. بصوا، فتحت الفريزر مش عارفة أعمل أكل إيه. الحمد لله لقيت كيس لحمة كده، فقلت بقى إيه، أعمل فتة. يعني دي أكتر حاجة تشرف كده، وفي نفس الوقت أكلة سريعة. دخلت بس الأول طبعا أشوف المصايب السوداء اللي بره، المصايب السوداء والله العظيم. بصوا يا جماعة، أنا لما بيجي لي ضيوف مثلا على فجأة أو كده، مش ضيوف، هم يعني أهلينا يعني أهلنا. بس لما بيجي لي ضيوف كده مرة واحدة، بقوم جري والله العظيم. تلاقوني خلصت، نظفت وعملت أكل وحلويات وخلصت كله على طول. لكن بقى لو اتقال لي مثلا قبلها بيوم او كده او يومين، بجهز بقى قبلها مثلا اتبل الفراخ، مش عارفه ايه، فبكون مجهزه حالي ومظبطه كل حاجه. بس الحمد لله الدنيا اتلمت، واليوم كان لطيف جدا جدا جدا، والاكل كان تحفه 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 والله العظيم. ما قادره اوصف لكم الاكل كان عامل ازاي. فلازم تكملوا معايا الفيديو، ان شاء الله يعجبكم جدا جدا جدا، وتتشجعوا كده معايا. بصوا، دخلت طبعا هنضف الريسبشن في اسرع وقت ممكن، يعني بسرعة جدا، عشان ادخل على المطبخ، لان انا يعني شغلي في المطبخ دلوقتي، عشان هعمل الاكل وهعمل حلويات واعمل مواعيني وكده. بس المواعين مش هعملها معاكم عشان الفيديو طول معايا جدا. بس المهم بقى ايه، طلعت كده اللحمه عشان تفك على الرخامه وكده. وعقبال ما تفك معايا كده، اكون نضفت الريسبشن بره. بصوا بقى، انا بشتري لحمه نوعها موزه عشان ما بتاخدش سوا، وفي نفس الوقت بتبقى طريه وطعمها حلو جدا. في ناس بتلاقيهم اغلبهم لا احنا نشتري اللحمه المكعبات اللي هي الحمراء. لا، اشتروا الموزه يا جماعه، والله العظيم بتبقى جميله جدا، من انضف يعني من احلى حته لحمه تقريبا انا شفتها، اللي هي اللحمه الموزه. بجد بتعجبني جدا جدا. رغم ان هي بيبقى فيها دهون شويه، بس بتبقى طريه خالص، بتبقى ناعمه. وفي نفس الوقت يا دوب تحطيها على النار تلاقيها خلاص، تلاقيها استوت على طول. لكن اللحمه المكعبات اللي هي الكندوز دي بتاخد وقت معايا في السوا، وبتبقى بصراحه ناشفه كده، ومش عارفه، ما بقتش احبها خالص. كنت زمان بجيبها وكنت اقول مش هجيب غيرها ابدا. بعد كده لما بصراحه دقت الموزه لقيتها احلى بكتير بكتير بكتير. وحتى الشوربه بتاعتها فظيعه، هي واللحمه الضاني. بس انا مش من عشاق اللحمه الضاني بصراحه يعني. بس المهم بقى نضفت كده الركن الحمد لله، وهبتدي اكنس بقى الارض برضو بسرعه جدا، عشان نخش بقى. وكمان قلت اعمل لهم رز بلبن. انا عامه لما بيجي لي يعني ضيوف او كده، بحب اعمل اكل وبعمل حاجه حلوه. وممكن عصير كمان لو في وقت، ممكن اعمل عصير فريش او كده. لكن اسمه ايه ده، مش بحب اعمل يعني اكل بس بصراحه، يعني بحب اعمل حاجه حلوه كده جنب الاكل. او لو ما لحقتش اعمل حاجه حلوه، بشتري مثلا اي حاجه حلوه من بره او كده. بس المهم بقى ايه، ابتديت بقى كنست كده الارض. وطبعا كل سنة وانتم طيبين. الايام اللي فاتت دي انا كنت صايمة، طبعا اكيد انتوا كمان صمتوا عشان رجب. وربنا يبلغنا كده رمضان، وان شاء الله فيديوهات رمضان وجمال بقى، فيديوهات رمضان ان شاء الله تبقى فيديوهات حلوة. دخلت بقى كده ولعت الليد ده، بحسه بيبهرج لي كده الشقة وبيبقى شكله حلو. ده اصلا من بتاع رمضان، من حاجة رمضان كان. بس المهم بقى، الصيام بقى لما انا صمت بقى الايام اللي فاتت دي، بصوا انا ما حسيتش بعطش خالص 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 خالص. حسيت ان انا ميتة من الجوع والله العظيم. انا اصلا على طول في رمضان، لما بنصوم في رمضان وكده، بتبقى يعني كل التعب اللي بتعبه بسبب المية. يعني كنت ببقى نفسي اشرب مية وعصير وحاجات ساقعة وما باكلش. العكس بقى الايام دي، لما صمت بقى الايام دي، حاسه ان انا مش حاسه بعطش خالص خالص خالص، حتى ما شربتش ميه اصلا. بس جعانه جوع مش قادره اوصف لكم والله العظيم الجوع. جعانه جدا جدا جدا. يعني لما حطيت الاكل، عارفين اللي هو افترست الاكل من كتر الجوع. عشان كمان انا باخد مضاد حيوي قوي جدا جدا من قبلها بيوم، فبصراحه بيخليني جعانه قوي قوي. المهم بقى ان انا نضفت كده البانكت، كان عليه تراب، فنضفته كده بالمقشه. و هبتدي بقى كده الم كده الدنيا. هو البانكت ما كانش فيه يعني غير حبه تراب كده بسيطه. بصراحه كنت مستعجله جدا. بقى يعني انا عارفين لما الواحد بيشتغل تحت ضغط، بيبقى عايز ينجز اللي وراه كله، فاهمين. بس المهم بقى كده الحمد لله مسحت كمان المفرش كده.
وكده خلاص. كان عندي هدوم كانت زيادة من الغسالة، فابتديت امبارح حطيتها على الصالون. بس هبتدي بقى ايه اشيل اللي على المنشر واحطهم. هبتدي بقى احط كده المعطر. كنت بضايق هنا اياد، بحب اضايقه قوي. بيقول لي رش عليا رش عليا، اجي ارش عليه صوت. بس ابتدي بقى كمان ارش كده الناحية التانية. وبعد كده هبتدي بقى اخش جري على المطبخ اوريكم بقى نشوف هنعمل ايه. بصوا. طلعت كده كيس اللحمه بقى، الحمد لله فك معايا. هبتدي كده اقطعه. دي لحمه موزه. بصوا بقى اسعار اللحمه دلوقتي بقت غاليه جدا جدا، يعني ميتينات ومتين وشويه، مش عارفه في ايه بصراحه، الله يعيننا على اللي احنا فيه يعني. يعني انا والله العظيم مش عارفه اقول ايه، يعني الحاجه كل يوم بتغلى. يعني مش مثلا كل فتره، لا ده كل يوم انزل الاقي حاجه مثلا بلاقيها سعر مختلف. الاكل والشرب والبانيه والفراخ واللحمه، أنا مش عارفه كمان في رمضان الحاجه هتغلى كمان اكتر تقريبا يعني. فالله يعيننا بجد على الايام اللي جايه دي. نحاول على قد ما نقدر يا جماعه يعني نوفر كل جنيه، ونحاول ان احنا نعمل اكلات اقتصادية، بلاش بقى حاجات فيها بروتين كتير. نحاول يعني زي ايام زمان احنا كنا بنعمل اكلات بقى اللي هي ايه، مثلا بصارة، كشري، مسقعة كده قرديحي، مثلا الرز اللي هو عارفينه الاصفر ده، اسمه ايه مش عارفة والله اسمه ايه، تقريبا اللي هو عدس بجبة تقريبا. مش عارفة والله عدس بجبة ولا اسمه ايه. بس هو بيبقى رز اصفر كده. وكانت ساعات بقى كمان كنا نعمل معاه بيض كده مسلوق. الاكلات دي والله حلوه يا جماعه، بس البيض طبعا ايه، احنا البيض غالي دلوقتي يعني نعمله من غير بيض. شويه ملح وفلفل وشويه كمون كده وشكرا. بس المهم انا بقى طريقتي في اللحمه ما بحبش اشوحها خالص، كذا حد قال لي شوحي اللحمه. لا، طريقه التشويح دي ما بتعجبنيش نهائي. اولا بتاخر سوى اللحمه وكمان اسمه ايه ده، ما اعرفش ما بحبهاش ليه مش عارفه، ما يعني جربتها والله كذا مره كنت على طول بعملها. لما باجي بقى اسلقها كده بحسها بتستوي بسرعه جدا، ما بتاخدش وقت. لكن لما اجي اشوحها وبعد كده احط عليها الميه السخنه بحسها بتاخد وقت. بس المهم بقى ايه، هبتدي كده احط اللحمه، وبعد كده شلت منها الرين. وبعد كده هبتدي بقى احط عليها البصل والطماطم، وبحط عليها حبهان. وبحب احط بقى نص معلقه سكر كده بتسرع لي السوا بتاع اللحمه جدا. وشويه فلفل اسود، بلاش تحطوا بقى ملح خالص. وحطيت كمان رشه قرفه، بحب القرفه جدا في كل حاجه. هبتدي كده بقى احط السكر. ممكن كمان تحطي لو اللحمه بتاعتك ما بتستويش خالص، حطي النوى بتاعت البلح، بتخلي اللحمه بصي بتستوي بسرعه. شايفين والله يا جماعه استوت، ما خدتش وقت معايا خالص. والشوربه زي السكر زي السكر. هبتدي بقى اعمل الصلصه بتاعت الفته. يا لو انا عماله افتكر طعم الفته كان عامل ازاي، والله العظيم ريقي بيجري. يا جماعه الفته تعملوها بالطريقه دي احلى طريقه ممكن تاكلي بيها فته بصراحه يعني. يعني انا جربت كذا طريقه، دي احلى طريقه، يعني دي احلى طريقه. بصي بقى تقومي حاطه معلقه سمنه كده، وبعد كده تنزلي بكام فص توم كده حلوين. وبعد كده لما التوم يتحمر بتبتدي تنزلي بالخل، شويه خل كده. وبعد كده تبتدي تنزلي بعصير الطماطم. انا بقى ايه يعني، الفتة دي كنت من عشاقها اصلا. من ساعة ما اتجوزت جوزي بقى يحب الفتة اللي هي بتاعتهم، اللي هي الصعيدي، اللي هي الرقاق وكده، بحبها برضو. بس مشكلة الفتة بقى اللي هي بالرقاق دي بتنيم، يعني بتاكلي البصل اللي فيها دي بتتبنجي اصلا. فاسمه ايه ده، كان نفسي احببه في دي، ما كانش بيحبها خالص. من ساعة ما انا بقى بقيت اعملها له بالطريقة دي وكده، يا خرابي بقى بيحبها قوي قوي. بس المهم بقى بعد ما حطيت عصير الطماطم بحط بقى ملح وفلفل. ممكن تحطي كمان رشة كزبرة ناشفة، رشة كمون. وبعد ما بتتسبك كده معايا ببتدي احط معلقة صلصة طماطم كده عشان تبقى ايه، لونها كده حلو. بس بقى كده اسيبها بقى تتسبك. يبقى انا كده فاضل لي العيش والرز. بصوا بقى اللحمة بقى خلاص هبتدي بقى اطلعها. طبعا البصل والطماطم بيخلي طعم الشوربة حلو قوي. بصوا ما شاء الله اللحمة جميلة جميلة. دي كنت جايباها ب160. دي كانت تقريبا ارخص ارخص سعر سمعته يعني، وبصراحة جميلة يعني.
بتاع اللحمه ده من احلى اللحمه اللي كلتها من عنده والله. وفي نفس الوقت سعرها يعتبر بالنسبه للاسعار دلوقتي حلو. هي كنت بجيبها ب120، دلوقتي بقت ب160. بصوا بقى جبت وطبعا كل مكان هتلاقي سعر، يعني تلاقي جزار هنا تلاقيه 200، تلاقي واحد ب200 وشويه، تلاقي واحد ب190، تلاقي ما بصش حد ماشي بسعر معين ابدا. بصوا بقى بجيب العيش البلدي كده وببتدي اقصه بالمقص او تقطعيه بايدك. طبعا مامتنا زمان كانت تقطعه كده، تقول لنا قطعوه بايديكوا كده، كنا نقطعه. بس انا بحبه كده يبقى شكله، بحسه متساوي كده وشكله حلو. المشكله يا جماعه العيش المحمص ده لما بعمله في فتة الشاورما او فتة اللحمه، بخبيه والله العظيم، بياكلوه حاف، بياكلوه حاف كده، بينقنقوه كده زي الشيبسي. وكل مره اقول هكتر ما بكترش بصراحه، بعمل على القد يعني. فبالنسبه لهم ده بيعجبهم قوي بصراحه. بس هبتدي بقى كده اقصه كده بالمقص. نحاولوا تنقوا العيش البلدي اللي هو الخفيف ده عشان ما يبقاش تقيل والفتة تبقى دسمة وكده. بصوا بقى انا ساعات كنت انا اصلا من اول ما اتجوزت وانا بعمله بالطريقه ان هي ايه، احمره مع معلقه سمنه كده على النار. الطريقه دي كنت بعشقها. بعد كده بقيت بقى ايه، احمصه في الفرن كده عشان بصراحه ايه انجز. فاهمين؟ كنت بقى ببقى حامل وتعبانه، فكنت ببقى مش قادره، عارفين، مش قادره اتحرك، فكنت بحمصه كده في الفرن. ما كانش بقى ليا بال ان انا ايه اقف كده واحمر والكلام ده. بس المهم بقى ايه، دي احلى طريقه ان انت تحمصيه كده وتحمريه في معلقه سمنه على النار من فوق. دي احلى طريقه بجد. بس ببتدي بقى احمره كده، برش عليه شويه ملح وفلفل اسود، ونبتدي تقلبي فيه كده لحد ما ايه، يتشرب كده السمنه او الزبده او السمنه البلدي اللي عندك يعني. والصلصه اهي شغاله كمان اهي. يا تيمو 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 تيمو، يا تيمو. بس بقى هي شغاله كده معايا. بص هو هيتحمص معاكي على طول، حتى لو ما طريش ما نشفش معاكي على طول، سيبيه هو هينشف يعني، يا دوب تحمريه بس كده وسيبيه، هتلاقيه هو نشف معاكي خلاص. بس ايدي كده شغاله فيه عشان بس ما يتحرقش. واللحمه خلاص اهي اتسلقت. وبعد كده هبتدي اعمل الرز بالشعريه، دي اخر حاجه. رز بالشعريه ايه، رز الابيض بعمله اخر حاجه عشان يبقى الفته ايه سخنه كلها. بس هبتدي بقى احط اضيف كده معلقه الصلصه. يا جمال الريحه بجد، مش قادره مش قادره اطلع من المطبخ من جمال الريحه والله. بس المهم بقى ايه، هبتدي اعمل الرز. حطيت كده معلقه زبده مع شويه زيت. واهم حاجه اهم حاجه عشان الرز بتاعك الابيض ما يعجنش، مبقاش معجن كده، تحمريه جدا، يعني تفضلي تشوحي فيه كده عشان يفلفل معاكي. يعني تبداي كده تفضلي شغاله عليه على النار، مش مثلا ايه تشوحيه تشويحه وتقومي نازله بالميه، لا، افضلي شوحيه كتير يعني حبه حلوين، فاهمين؟ افضلي حمري فيه حمري فيه كده وقلبيه يمين وشمال ما تعتقهوش. وحطيت عليه شويه ملح وبس كده، وبضيف له الميه واسيبه بقى ايه يستوي براحته. طبعا يعني مش قادره اوصف لكم رز الضحى ده من احلى الانواع اللي انا جربتها في الرز بصراحه، يعني نظيف جدا. اهم حاجه تبداي تفضلي كده شغاله عليه، تفضلي تحمري 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 فيه، ما تعتقهوش. بصي. يا خرابي، تميم مش بيسيبني في حالي، مش بيسيبني في حالي والله العظيم، بيرازي فيا طول النهار. حرام عليك يا تميم، ارحمني بقى شويه عشان انا تعبت واعصابي تعبت. واخد مفرش الفرو، واخده كله في ايده، مقطعه كله بايده، وبقى بيحط ايده بقى بالفرو ده كله في بقه، شايفين؟ بس المهم بصوا بقى، دخلت الزبده كده في كل حته. بص هي دي الفته يا جماعه، هي فته بتبقى دسمه. كل واحد ياخد له حته كده صغيره وخلاص كده وشكرا. كح كح في الكاميرا، كح كح. بس بقى المهم ان انا عملت جزء لحمه مسلوقه. انا بحب قوي الفته باللحمه المسلوقه، ما اعرفش مين زيي، لكن انا جوزي وكده هو اهل جوزي بيحبوها اللحمه محمره. فحطيت ايه، نصها كده ونصها كده، للي حابب يبقى ياكلها محمره ياكلها، اللي حابب ياكلها مسلوقه ياكلها، نبقى راضينا الطرفين. بس انا بقول لكم عامه انا بحبها بتبقى مسلوقه كده مع الفته بصراحه. بس بقى ابتدي، حتى كمان جوزي يحب اللحمه، مثلا اعمل طبيخ او كده، يحب اللحمه بره برضو احمرها لوحدها. انا بقى بحبها جوه الطبيخ، مثلا جوه البسله جوه اللوبيا كده يعني. هو لا، يحبها لوحدها بره كده متحمره.
بس المهم بقى هبتدي احمر كده، والرز برضو شغال معايا. وارش عليها كده شويه ملح وفلفل، وتحطي كمان شويه بهارات، بس هي اللحمه مش محتاجه يعني، يا دوب ملح وفلفل بس. بس المهم قلبته كده. طبعا انا اشتغلت في الرز بلبن وانا شغاله مع الفته، بس انا حاطه لكم المقاطع كلها ورا بعض عشان ما تتوهوش، يعني حاطه لكم المقطع بتاع الفته كله ورا بعض، المقطع بتاع الرز بلبن كله ورا بعض، فاهمين؟ لكن انا اصلا شغاله في الاتنين مع بعض يعني. بصوا بقى، بحط العيش، بحط عليه معلقتين كده من الصلصه بتاعه الفته اللي احنا عملناها، بتدي بقى طعم حلو قوي للعيش. اعملوا التست الجامد ده. وبعد كده ابتدي بقى اضيف على العيش كده الشوربه بتاعه اللحمه. افضل بقى كده اقلب فيه، وبعد كده ابتدي اضيف عليه بقى الرز وهو سخن خالص. الرز بقى وهو سخن بيطري العيش. انا كمان ببقى عايزه العيش يبقى ليه شخصيه شويه، ما يبقاش ايه مهري كده، لا بحبه يبقى ليه شخصيه. لما تيجي تحمريه كده بقى بيبقى ماسك نفسه كده وحلو. هبتدي بقى احط بقى الرز، شايفين الرز وجماله مفلفل ازاي، مش قادره اوصف لكم. كل رزايه لوحدها. بس هبتدي كده بقى اضيف الرز بتاعي. هي الصينيه على فكره مش صغيره، هي كبيره، بس هي باينه لكم ان هي صغيره يعني. الكاميرا بتصغر الحاجه. بس هحط كده بقى الرز، واحط الصلصه، وابتدي بقى ارص اللحمه. ابتدي بقى احط بقى الصلصه كده بطريقه عشوائيه كده. ممكن كمان تقدمي شويه صلصه كده مع الفته عشان اللي عايز يزود او كده. شايفين الصلصه لونها جميل ازاي؟ يا خرابي يا خرابي. ابتدي بقى احط كده اللحمه، وندخل بقى نعمل الرز بلبن. وبجرش كمان على اللحمه المسلوقه شويه ملح وفلفل. بس كده هبتدي كمان احط كده معلقه شوربه كده، يعني سقه شوربه كده برضو من على الوش كده، وملح وفلفل، ويبقى كده الدنيا زي الفل. يا خرابي يا خرابي يا خرابي. بصوا بقى الرز بلبن هعمله لكم بقى بالطريقه بتاعتي دي، احلى طريقه برضو، الطريقه دي جميله جدا جدا جدا، بس ما كانش عندي كريم جانتيه، لكن كان عندي قشطه، فالجيش قال لك اتصرف يعني. المهم ان انا حطيت اول حاجه كده، بحط اللبن، اي لبن، بس الافضل يبقى لبن من اللبان عشان بيبقى القشطه فيه كمان حلوه كده، بلس القشطه اللي احنا بنحطها. لكن انا كان عندي بصراحه اللبن اللي هو العلب ده، فغليته عادي جدا. ما بقى انا في اي حاجه ماشيه في اي حاجه يعني عادي جدا. اول حاجه بجيب كده كوبايه الا ربع رز، او نص كوبايه على حسب انت تحبي كميه الرز فيه كتير او قليله، وببتدي انقعه في ميه سخنه. تمام. بعد كده ببتدي اغلي اللبن، وابتدي انزل بالرز بتاعي اللي انا كنت نقعاه، انزل فيه في اللبن اللي انا ايه غليته، وبسيبه يبرد خالص 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 لحد ما يبقى ايه يعني، يبرد خالص ويتشرب اللبن اصلا، يعني يفضل منقوع فيه، فاهمين؟ كنت بعمل هنا كمان بطاطس مهروسه، وبصوا بصوا كنت عامله كذا حاجه والله. المهم بقى اوريكم بس ايه اللي بعمله في الرز. هبتدي بقى احط عليه فانيليا. طبعا الفانيليا السايله للاسف عندي خلصت، فكان عندي ظروفها كده فاستعملتها. طبعا الفانيليا السايله افضل بكتير، يعني انا هجيب حوالي علبتين اخليها عندي كده، عشان من احلى الحاجات اللي انا بحبها بصراحه. بس قلبت كده، بعد كده ببتدي بقى ارفعه على النار تاني، واقلب فيه. ابتدي بقى اضيف السكر واحط الفانيليا، واقلبه كده كويس. بحط كده نص معلقه نشا، بدوبها بحبه لبن، وببتدي اضيفها. مش عايزه تضيفيها ما تضيفيهاش، بس بتخليه ايه يمسك كده ويبقى حلو. اخر حاجه بقى هحط القشطه، هو مش هياخد معاكي وقت خالص. القشطه بقى بتعمل ايه؟ بتخلي الرز مكشكش كده من فوق زي بتاع بره. بجد هوريكم كشكشته وهو في التلاجة، مش قادرة اوصفلكوا جماله وطعمه. يا خرابي، يعني السر في الكشكشة بتاعت الرز بلبن دي هي القشطة. ان انت تحطي قشطة بقى، قشطة بلدي، قشطة علب، المهم يبقى ايه تحطي قشطة كده. المهم بقى ايه، هبتدي احط كده الرز. حاضر ثواني. بس هبتدي كده احط في الاطباق.
يا رب بقى النهارده الفيديو بتاعي يكون عجبكم ويكون روتين كده بسيط. طبعا لو عجبكم الفيديو دايما تشاركوا الفيديو لاصحابكم وتعملوا شير على الفيسبوك وتعملوا لايكات كتير للفيديو عشان الفيديو يتشاف كده، لان المشاهدات انتوا شايفين في الضياع. فشجعوني كده دايما بالتعليق الحلو، باللايكات، بمشاركة الفيديو. واستنى هوريكم بس الرز بلبن. انا بحب بقى احط وانا باكله رشة كده قرفة عليه. يا خرابي بتبقى تحفة. ممكن تحطي مكسرات، ممكن تحطي زبيب، ممكن تحطي جوز هند، اللي انت بتحبيه بقى. بصوا الكشكشة، خطير خطير خطير. استنوني بقى في فيديو جديد، ويلا مع السلامة. باي باي.